اجمد فراخ محشيه في مصر. المقارنه دي ما اتعملتش في مصر قبل كده، فقررت اني اعملها. الفرخه المحشيه معروف ان هي اكله بيتي وكل بيوتنا بتعملها في المناسبات والاعياد، بس لو عايزين تاكلوها من مطعم فمين اجمد حد في مصر بيعملها؟ سالتكم على الانستجرام وقلت لي مطاعم كتير، اخترت منهم 5 لان انا هجيب فرخه كامله فمش هينفع يبقى اكتر من 5 فرخات عسل قوي. فهنعتبر دي الجزء الاول. جبت 5 مطاعم زي ما قلت لكم وطلبت منهم كلهم فرخه محشيه رز عشان نشوف مين بيعمل اجمد فراخ محشيه في مصر. والاسعار حتى كلها النهارده شامله كل حاجه، دفع عليها التوصيل بس. ولو عجبتكم الطلعه ما تنسوش تلاقي القمر، ولو مش عايزين سبسكرايب لو سمحتوا تعملوا سبسكرايب. فمن غير رغي كتير يلا بينا. يلا بينا. هنبدا من الارخص للاغلى، ونبدا باول واحد على طول كباب جلبباني. وكباب جلبباني الفرخه المحشيه عنده عامله 275 جنيه. نفتح ونشوف. عيش، كيس فيه سلطات، سلطه وطحينه، 3 سلطه و3 طحينه، والفرخه المحشيه. الريحه اللي طالعه عظيمه. ده شكل الفرخه كده زي ما انتم شايفين، فرخه شوايه مقفوله اللي هي بتتسوى على الغاز دي، ومحشيه برز من جوه، وجايبين معاها 6 رغيف عيش و3 سلطه و3 طحينه. نخش بسم الله، نخش على كباب جلبباني. نفسخ كده، بحب تفسيخ الفراخ قوي. ايه ده؟ دي مش محشيه ولا حاجه، ده كلام بالذمه، فاضيه خالص من جوه زي ما انتم شايفين كده. هي معلقه رز لازقه فيها، انما مش فراخ محشيه زي ما احنا طالبين. فحركه مش لطيفه خالص الصراحه. انا طالب فراخ محشيه ومحاسب على فراخ محشيه، والريسيت جاي لي فيه فراخ محشيه. فين الحشو؟ بصوا، هم حبه الرز اللي لازقين دول والله ما يكملوا معلقه، والله العظيم ما يكملوا معلقه، ومن جوه ما فيهاش اي حاجه زي ما وريتها لكم كده. فحركه قرعه قوي. بصوا دول شويه الرز اللي فيها، نص المعلقه دي. ايه البدايه الوحشه دي؟ نخش على طعم الفراخ. طيب بس طبعا كفراخ محشيه هو خسر من قبل ما يبدا لان هي مفيش اي حشو. لا استنوا. فهمت. هو مش حشو الفراخ، هو حشو الطبله بتاعت الفراخ اللي هي بتبقى حته الصدر اللي من فوق دي اللي تحت الزور. ده شكل الحشوه كده، بس برده كميه رز قليله جدا 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 يعني. ناخد حته صدر كده. الفراخ ناعمه وطريه جدا. الفراخ سواها تحفه الصراحه، طريه جدا وناعمه قوي، مستويه حلو جدا، متبله حلوه قوي كمان، وان الصدر يبقى طري قوي كده معلمه جميله. ناخد معلقه رز بقى، رز قليل قوي يعني. الرز ده كله كده لو جمعناه بالعدد هيبقوا معلقتين رز بالعدد. فاللي هو ملطشه محشيه، بتلطش في الحشو، مش محشيه يعني زي ما قال الكتاب، او زي ما احنا بنعملها في بيوتنا مثلا، بتبقى مليانه رز كده. حته ورك بقى، مارون جلاسيه طبعا، وطعمها حلو قوي. طيب ناخد حته صدر في الطحينه، نسحب رغيف عيش، نخش على السلطه الخضراء دي عشان نبقى جربنا كل حاجه. طيب كباب جلبباني عشان نقول اللي واللي عليه، كفراخ شوايه ولا كلمه ولا غلطه، وفراخ تحفه، سوا ونعومه وطريان وتتبيله ولون فراخ وكل حاجه 100 100. كحشو بس لا، تعبان مله. فده اللي ليه واللي عليه. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى مطعم بيبو. ومطعم بيبو عنده فرعين، فرع في شبرا الفرخه المحشيه عنده في شبرا عنده 260 جنيه، وفرع مصر الجديده اللي جبت منه الاوردر ب 305. نفتح ونشوف. 2 منيو، عيش، سلطه وطحينه، سلطه وطحينه، والفرخه المحشيه. ده شكل الفرخه كده، وزي ما انتم شايفين متروسه رز، ورز بالكبد، ومحطوط معاه فلفل الوان وبصل، وشكلها تحفه. ولون الفراخ نفسها شبه لون الفراخ المندي كده. وجايبين معاه 5 رغيف عيش و2 سلطه و2 طحينه. نخش بسم الله، نخش على بيبو وانا متفائل بيه خير قوي. نبدا بالرز كده ندوق. الله بيبو عامل لك ليفل الوحش. حشيها رز ابيض بالكبد وطعمه تحفه، حلو قوي قوي. الرز مستوي متبهر حلو جدا. فكره انه يحط معاه كبد كمان صايعه قوي، والميكس النهائي بتاعها تحفه. نخش على الفرخه نفسها بقى، يا رب تطلع حلوه علشان يبقى ايه كامل الاوصاف يا قلبي. الفرخه متحمره بالمناسبه، جلد المنبر ده متحمر. فراخ بيضه برده ناعمه، مستويه حلوه جدا، بس هي فراخ مسلوقه وبعد كده خدت وش تحمير في الاخر. طريقه التسويه دي بتخليها مش دسمه كده وطعمه قوي، اللي هو مسلوق وفي الاخر واخد لك وش تحمير، غير الغاز اللي هي الشوايه بتبقى مستويه في دسمتها كده، بتبقى غنيه قوي كطعم يعني. خش في الطحينه كده. طيب ناخد حته من الورك ده. بصوا الشكل اللي بقول لكم عليه، نقرش قطمه كده. الحلقه دي غريبه قوي يا اخي. يعني دلوقتي كحشو فراخ بيبو احسن من البيباني بكتير، وكفراخ وتسويه وطعم وكده لا، البيباني احلى من بيبو بكتير. نفسي اخش على حد يظبط الاثنين الصراحه، نفسي. قطمه عيش كده، نخش على السلطه الخضراء، بصل طماطم خيار. زي ما قلت لكم الحشو تحفه، الفراخ سوسو. فنخش على بعضه. نخش على اللي بعده بقى الدهان. ومطعم الدهان عنده الفرخه المحشيه ب 310 جنيه. نفتح ونشوف. 2 كفرات ظهرت لاول مره من اول الحلقه، عيش مخلل، والفرخه المحشيه. ده شكل الاوردر كده. الفرخه جايه مفروشه على رز ابيض، وهي نفسها محشيه برز حمام، اللي هو الرز الغامق بتتبيله الحمام ده اللي هو بيتحشي بيه الحمام، وجايبين معاه كيس فيه رغيفين ومخلل. نخش بسم الله، نخش على الدهان. نقفش كده. فراخ ناعمه قوي، فراخ ناعمه جدا، طريه قوي، بس الصدر جاب سنه، فعايز اخد حته من الدهن اللي بره دي كده.
مش ناشفه، بس طبيعه الصدر بيبقى جاف، فهي جاف سيكه، انما طريقه وحلوه. نفتح كفر كده ونخش على الرز اللي محشيه بيه ده، رز الحمام ده، رز معجن خالص. الحلو ان هي محشيه كلها الصراحه، يعني كميه حشوه محترمه قوي. طعم الرز كمان حلو جدا. الحته الصغيره اللي عند ورك دي كانت معجنه، انما الباقيين كويسين، فده عادي يعني، تعدي خالص. دوق بقى الرز الابيض اللي تحتيها ده اللي مفروش عليه، رز ابيض حلو قوي برده، متبهر حلو جدا ومستوي حلو جدا، وككميه رز وحشو هم اكتر ناس جم لغايه دلوقتي خادمين الحشو الصراحه، مليينه يعني. تاخد حته من الورك كده، ورك طري جدا، ناعم قوي، مستوي حلو قوي، متبل كويس قوي برده، بس كفراخ جه احلى من كده. كحشوه رز جامدين جدا جدا، وجايبين لك نوعين رز وحركات ومدلعينك اخر دلع. واحنا المخلل تمام. نخش على اللي بعده، نخش على قبل الاخير معانا بقى، وقبل اغلى واحد في الحلقه دي كلها، سيخ مشوي. وسيخ مشوي عنده الفرخه المحشيه ب 443 جنيه. نفتح ونشوف. 2 كفر. الله. والفرخه المحشيه مش جايب لك حتى علبه طحينه. خدتوا بالكم بقى ان المطاعم الارخص وسعرها اقل بكتير خادمين الاوردر اكتر بكتير؟ لاحظتوا ده ولا لا؟ شيء لا يصدقه عقل. ده كلام جميل. ده شكل الفرخه كده زي ما انتم شايفين، فرخه شوايه ومحشيه برز الحمام ومفروش على رز الحمام برضو، ورز الحمام ده جايبين معاه كبد وكلاوي. نخش بسم الله، نخش على سيخ مشوي. ناخد حته من الصدر كده، واضح ان الصدر جاف سيكه سيكتين. فراخ حلوه وبيضه ناعمه برضو، بس جافه سيكه، مش لدرجه اوفر يعني، بس هو برضو فيها شيئا ما من الجفاف، وكتتبيله هاديه خالص يعني. ده اقل تتبيله جت فيهم كلهم لحد دلوقتي. والفراخ تحديدا علشان تبقى حلوه وليها طعم لازم تبقى متبله كويس قوي. الفراخ غير اللحمه، الفراخ لازم تتبل كويس قوي. ماشي، نفتح بقى نشوف الرز ده، رز الحمام الجميل ده اللي بالكبد والكلاوي. واو، الرز تحفه تحفه. جايبين رز بالكبد والكلاوي، طعمه حكايه، رز في حته تانيه الصراحه، رز جميل قوي، متبهر حلو جدا ومستوي حلو جدا، والكبد والكلاوي اللي معاه تحفه الصراحه، فجميل حلو قوي. خش على حته ورك كده، ورك ناعم وطري قوي، واحسن بكتير من الصدر، فجامد الصراحه. بس كله كوم، والرز بالكبد والكلاوي ده في حته تانيه خالص، تحفه. اخر معلقه. خش على بعضه. نخش على اخر واحد معانا النهارده بقى، واغلى واحد في حلقه النهارده، بايوكي. وبايوكي من اكتر الناس اللي مشهوره بالفراخ المحشيه، مسمينها في المنيو لودد تشيكن. بيعملوها بكذا حشوه مختلفه، يعني شركسيه، فته، نودلز كوري، مكرونه بيستو، حاجات غريبه كده. بس علشان نمشي مع اللي جايين في الحلقه وما نبقاش ظالمين حد فيهم، انا جبتها محشيه رز برضه عشان تبقى زيها زيهم. فنخش على بايوكي. وبايوكي الفرخه عنده ب 600 جنيه، ايا كان بقى حشوتها ايه، فرخه ب 600. نخش بسم الله. 2 كفر صوص وطحينه، هنشوف ده ايه. والفرخه المحشيه هتموتي من 600 جنيه. بقول لكم ب 600 جنيه بتاع. مفاسة. ده شكل الاوردر كده زي ما انتم شايفين، عباره عن فرخه كامله متغرقه حرفيا رز، هي مش محشيه، هي متغرقه رز. والرز اللي حاطينه معاها رز بالخضروات والمكسرات، حاطين معاه كاجو وجزر وبسله، وجايبين معاه طحينه وصوص لون برتقاني كده. هنشوف ده ايه. نخش بسم الله. نخش على بايوكي بقى، ناخد حته من الصدر كده. الصدر جاف قوي يا جماعه، قوي قوي يعني، مش متوقع كده خالص الصراحه. طب يعني فرخه ب 600 جنيه. الست واقفه ورا قلبها هيقف من كتر الزعل. فالمفروض تجيب لي فرخه بتقول بابا وماما. لا، الفرخه جافه قوي. ايه الكفر الشياكه قوي ده؟ بحل 600 جنيه عشان ما تجلطش. الله الله، بيخشوا في بعض كده، شبه شويه بتاع حجوجه وبهيج وكده، بس نظام تاني يعني. انما معلقه بريميوم قوي الصراحه، حلو قوي قوي، معلقه حلو قوي. نخش بقى على الرز المكسرات ده اللي بالخضار والمكسرات. ده مش رز مصري، ده شبه الرز البسمتي كده. رز حوار، حكايه 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 الصراحه، حلو قوي قوي قوي، مستوي حلو جدا. طعم الجزر والبسله الخضار اللي معاه ده حلو قوي. ما تعتمدوش قوي ان هو فيه مكسرات، لان هي تقريبا واحده كاجي بس مكسره، فما يعتبرش فيه مكسرات يعني. بس كرز جميل الصراحه. طيب نخش على الورك كده. زعلني الفلوس، زعلان على 600 بلبل. ممكن اكلم المطعم اقول له لا مش عايز الفرخه دي، انا طلبتها بالغلط، تعالى خد اوردرك، ما يلزمنيش اوردرك يا بيه. طيب نخش على الورك. الفراخ فيها طعم تدخين كده شويه. نجرب في الطحينه. تمام. شوف بقى ايه الصوص ده، الصوص البرتقاني ده. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ حاجه عامله زي الخل كده. والله طعم قلب على خل كده، صوص غريب قوي، ده حرق معدتي. طب نجربه في الفراخ كده. ولا لوحده نافع ولا بالفراخ نافع. طيب الخلاصه يعني، بيوكي حلو ولا وحش؟ وسط. لا هو حلو قوي مبهر واو،
واو يخرب بيكو، ولا هو سيء ما يتاكلش، لا افريج في العادي يعني في المتوسط. طيب هل يستاهل 600 جنيه كفرخه محشيه؟ لا خالص، قولا واحدا كده لا خالص. مفيش اي حاجه عاملها تبرر السعر ده نهائي، غير ان الكفر بريميوم شويه، انما مفيش اي حاجه تبرر السعر المبالغ فيه ده. انت اغلى واحد في الحلقه ومش مقدم لي حاجه مبهره خالص صراحه. انت مش جايب لي عيش حتى، مش فارش لي سلطات مثلا بكل انواعها زي ما كان بلبع عامل قبل كده مثلا لا، انت حاطط لي كاب طحينه صغير وكاب ما يتاكلش صغير برده، ما اعرفش ده ايه. فرشه الرز اللي حلوه وكميتها حلوه، بس لو هنتكلم ككميات فانت عندك الدهان كان فرش اكتر من كده، عندك بيبو كان ترسها لك رز وبالكبد مش ساده كمان وارخص بكتير تقريبا ربع السعر. فلا، انتوا عارفين انا معاكم دغري، لو حاجه مستاهله اقول لك مستاهله، والاسعار دي حاجه نسبيه بقى تفرق من شخص للتاني، انا اقدر غيري ما يقدرش، غيري يقدر انا ما اقدرش، رايحه جايه. انما انا بتكلم كقيمه مقابل سعر نو. انت كاوردر اخرك تعدي اخرك خالص، لان انت كل اللي عامله مميز هو شويه الجزر والبسله دول، ولا اي اختراع ولا اي افتكاسه. وفراخك كفراخ جافه يعني، احبطتني يا ابن اللذين. تعالوا لكم خلاصه. خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. الحلقه دي من الحلقات اللي انا قعدت افكر فيها كتير جدا، مين اللي يكسب ومين اللي يخسر، لان لو هقول لكم حق الله مفيش حد النهارده يكسب، يعني مفيش حد جه عمل المعادله من كله، فراخ جامده مع حشوه جامده ورز جامد قوي. مفيش حد جه في الحلقه عمل كده. اللي جايين في الحلقه يا فراخ جامده جدا وحشوه ورز تعبان، يا حشوه ورز جامده جدا وفراخ تعبانه. فما جاش حد عمل لي المعادله الكامله ان انا اكل فراخ محشيه وابقى مبسوط ومتكيف قوي واقول لكم دي لازم تجربوها. لا مفيش كده النهارده. فاللي هفلتروا من الخمسه هم الثلاثه دول واشرح لكم واحده واحده. المركز الثالث هيبقى سيخ مشوي، مش علشان فراخ، هو عامل فراخ عاديه واقل من العاديه، علشان عامل رز بالكبد والكلاوي تحفه. فلو هروح له هاكل رز بالكبد والكلاوي بس، مش عايز فراخ. فاهمين قصدي؟ ركز في الكلام. التاني بقى هيبقى بيبو، ونفس الكلام برضو، بس فراخ احسن سيكه لان هي متحمره وبتاع. انما اللي جامد عنده قوي والنجم هو الرز اللي بالكبد تحفه. الفراخ مش احسن حاجه، فعلشان كده تاني. رقم واحد بقى كفراخ كباب البيباني، اجمد فرخه جات النهارده على الاطلاق، ناعمه جدا، مستويه حلو جدا، متبهره حلو جدا، مارون جلاسيه، دي مش فراخ تحفه، بس حشوه رز اقل واحد فيهم كلهم. فبرضو مش هينفع اقول لكم هو ده اللي يكسب، لا هو هيكسب كفراخ بس. انما لو ظبط الرز ككميه، لان هو طعمه وتتبيله حلوه جدا، لو ظبطه ككميه ساعتها اقول لكم عندنا فايز، وده رقم واحد. انما لحد دلوقتي واللي جالي فلا، ما ينفعش اقول لكم برضو اول، لان احنا بنعمل مقارنه فراخ محشيه مش فراخ شوايه. فراخ شوايه اقول لكم هو اللي يكسب، انما فراخ محشيه مفيش حد يكسب النهارده. ودي اول مره تحصل لي من ساعه ما بدات اقدم محتوى اول مره على الاطلاق يحصل كده. فمفيش فايز النهارده، زي ما قلت لكم مميزات وعيوب كل واحد ايه، واتمنى بقى ده يتعدل في الجزء الثاني. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده دي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، لو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم حاجه منزلها اول باول. هذا الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع الجاي طلعه جديده. اشوفكم على خير، سلام. Every single day